هو اخره موضوع مشاكل السودانيين في مصر ديت ايه؟ انا بجد الموضوع بقى مستفز جدا جدا جدا، ومحدش بقى طايقهم، محدش بقى طايق ميتين ابوهم حرفيا يعني. يعني لما تخش على الصفحه بتاعت هيئه المفوضيه الساميه الامريكيه ديت، ولا بتاعت الخرا الامم المتحده، يقول لك انتوا عندكم 570 الف سوداني. 570 الف؟ ده الشارع اللي جنبي بس فيه 600 مليون لوحده. الاعداد الحقيقيه يا بيه اكتر، معديه لاكتر من ال 12 مليون ولا 13 مليون سوداني في مصر. ده غير اللي بيخشوا تهريب. اخره الموضوع ده ايه بجد؟ لان الموضوع بقى مستفز. ده غير قله ادبهم وشتيمتهم فينا. يعني انتوا بتاكلوا وتشربوا من اكلنا ومواردنا، واحنا اصلا جايين في وقت احنا اصلا في ازمه اقتصاديه. انا مش فاهم والله ايه قله الادب والوساخه بتاعتهم ديت، اخرتها ايه؟ الحكومه المصريه غايبه عن الموضوع دوت فين؟ انا مش فاهمه. الاعداد الرهيبه اللي عماله تخش ديت، كميه المحلات والمطاعم وانتشارهم في الشوارع، وواقفين بشلل في الشوارع وفي الحواري كمان. الحكومه واقسام الشرطه فين من الكلام ده كله؟ ده يا ريت يعني وصلت لحد قله الادب والشتام بتاعتهم. لا يعني ده لدرجه ان هم ماشيين بقى بسلاح في الشارع، اللي ماشي بقطر واللي ماشي بموس. قله ادبهم دي اخرتها ايه؟ قعدتهم في مصر يا حكومه اخرتها ايه؟ يعني بخصوص قله ادبهم ووساختهم ديت، والله مش احنا اللي بنتبلى عليهم، احنا عارفين كده كويس ان احنا اللي عايشين معاهم في الشوارع، بالذات في الجيزه وفي فيصل وفي الهرم وفي المهندسين وفي شارع جامعه الدول العربيه، وعارفين هم بيعملوا ايه بالظبط ومدورينها ازاي، سواء كبار او صغيرين. والله مش احنا اللي بنقول عليهم ان هم ايه، قعدتهم وسخه بصراحه. ده هم منهم فيهم. اهو اسمع يا عم. اول حاجه رحت مصر. قعدت اخلص 7 شهور. 7 شهور 7 شهور في مصر. والله ما لقيت الا الذهان والذله. والله لو جعان يا عم غرفة داهيه، كان ايه اللي جاب امك اصلا؟ عليك وعلى اللي جابك. لانه البلد اصلا فقيره، يعني مصر دوله فقيره. دوله فقيره ما زلوني يعني بمزالي زي المزالي اللي في ليبيا. مصر دوله فقيره؟ ما في زول يعتقل لي. اتفضل يا عم. كوس خليه. اول حاجه رحت اتفضل يا عم. يلا بص الفيديو التاني. وادي خناقه برضو من المشاكل بتاعته. دي خناقه كانت في المترو باين. عادة ذكر غوريلا قوي، يمكن للغوريلا أن تعيش من 35 إلى 40 عاما في موطنها الطبيعي، يعني بلاش التنمر بلاش. أو أكثر. على فكرة دول مش سودانيين بس، هو واضح كده انهم جنسيات تانية من دول افريقية كتير يعني. كينيا على غينيا على جنوب افريقيا، لا مش جنوب افريقيا دول، شمال السودان على جنوب السودان. والله الواحد ما فاهم فيه ايه بالظبط. ايه كمية الافارقة اللي دخلوا مصر دول؟ والله انا ما عارف. ولا لا قوة الا بالله. اهو الواد دوت اهو، ده اللي ايه، ده سوداني اهو، ده اللي بيقول وسختهم وقله ادبهم اللي في مصر. والله مش احنا اللي بنقول اهو، مش ده منكم، ده الزول تبعكم اهو. طالع شكاوي بدأت تجيني منكم كثيره، خاصه من اخوان. قال لك شغالين نهب وكتل تقيل في اخوانكم السودانيين. الزول ذاته بس تليفون قال لك بتدقوا بساطور في راسه. شنو يعني؟ نفهم شنو يعني؟ انتوا رجالتكم دي ما بتعملوها الا مع اخوانكم السودانيين. ما تمشي تهبش لك واحد مصري عشان تشوف البل كيف. عطانا كلكم كرهتوا ناس القهاوي هناك يا اخي. سوداني فتح له قهوه كرهتوا له عافيه ذاته يعني. من الصباح قاعدين يقعدوا عطاله في القهوه. بيطلعوا من القهوه الساعه 12 بالليل، الواحد تلقاه قاعد له بكوبايه شاي ب3 جنيه. ما هم قاعدين فاضيين يا ابني. كرهتوا ناس القهاوي، في ناس قفلوا قهاويهم ذاته. ما في بتاع قهوه ما طالبكم قروش، ما في بتاع مطعم سوداني ما طالبكم قروش. كرهتوا السودانيين ذاته بيعيش هناك يعني. جايبين لهم السمعه انتوا يعني. الواحد تلقاه لابس نظيف وقاعد وممسح، تجيب له شغل في مصنع بتاع الرخام يقول لك انا البرستيج بتاعي ما بيسمح لي.
ها البنات لو شافوني شغال في مصنع الرخام عامل شنو؟ ها انا زول ثقيل، انا زول بلين 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 بتاع اصحى من الوهم اللي انت نايم فيه ده يا زول. في ناس فيكم نسوا انهم قاعدين والله مع اني ليا اصحاب سودانيين وناس محترمه وزي العسل، بس انا مش عارف الغالبيه الوسخه اللي دخلت دي انهي فئه بالظبط في السودان، والله العظيم انا ما اعرف. مع ان انا قعدت في السعوديه وليا زمايل كتير هناك سودانيين ومحترمين وقابلت منهم اشكال قذره يعني، بس في ناس منهم محترمين يعني، لكن اللي دخلوا مصر دولت انا ما اعرفش ايه طبيعتهم، واحد تلقاه عايش ايه كميه الغل والحقد دي انا مش في فاهم. جيبه جنيه ما عنده. ها؟ في جيبه جنيه ما عنده. ما في بتاع قهوه طالبه قروش، ما طالبه قروش، ما في بتاع مطعم ما طالبه قروش. ها؟ بس قاعدين تنهبوا في الشوارع. ها؟ مرة ما خليتوها نهبتوها، زول كبير تنهبوه، زول جاي لعلاج تنهبوه. ها؟ وكمان بيجي شغالين سماسرة يا ابني ما كفايه تف. السودانيين الجايين من الحرب. ها؟ كرهتونا يا اخي انتوا جنب مصر ليه يعني؟ ها؟ الواحد تلقاه شايل شنطه نظيفه وتلاقيهم بيقولوا ايه احنا شعب مضياف. يا ابني انت وهو، وانتوا لو شعب مضياف كنتوا اتطردتوا من بلدكم، كنتوا وقعتوا بلدكم بالطريقه القذره بتاعتكم ديت. وشنطه ماركه. ها؟ تحلف تقول الزول ده رجل اعمال، تلقاه شايل شنطه. ها؟ والشنطه جوا عباره عن سكاكين ومناديل. ها؟ ونظارات. ها؟ تقول الشنطه فيها دولارات جوا. اه سمعتوا بيقولوا شايلين ايه في الشنط بتاعتهم؟ يقول لك سكاكين، ده غير طبعا القطر اللي بيبقوا شايلينه واللمواس اللي في بقهم. الطنقه عليكم شنو انتوا يعني؟ ها؟ يا اخي الناس اللي عايشين هنا في اوروبا ها؟ ما قاعدين يتشكشكوا زي شكشكتكم. ها؟ يا اخي ما تحت. هو السؤال يعني هي قله الادب ديت بما انكم كسودانيين يعني انتوا ليه ما بتعملوهاش في دول الخليج؟ ما بتعملوش ليه كده؟ ما بتعملوش في اوروبا ليه كده؟ سيبك من اوروبا، دول الخليج اللي بيننا وبينها البحر الاحمر، انتوا ليه ما بتعملوش كده هناك؟ طبعا ما تقدروش، عشان طبعا هتترحلوا عارفين ان القوانين صارمه هناك يعني. احترموا نفسكم يعني. ها؟ ما تجيبوا لنا السمعه الشينه يعني. ها؟ يا اخي اشتغلوا يا اخي. يا اخي والله التحيه. خلاص يا عم انطر. والوليه ديت مالها؟ دي وليه برضو منهم الزول اهي مش عاجبها الوضع اللي بيحصل في مصر. فترنا ذاته من ولا السودانيين القاعدين في مصر. والفيديو ده للنسوان ولا البنات القاعدات في مصر تحديدا ولفئه معينه هم عارفين نفسهم عايزين تصلوا لشنو؟ بس فهمونا عشان نبقى عارفين ونمشي معاكم في الموت. عايزين تصلوا لشنو؟ نحن وصلنا للوحش في قله الادب. يعني والله احنا نفسنا ما فاهمين. كلها غلط وما مسمح لنا نعبد معاكم. تخيل انتوا كسودانيين مش عاجبكم الوضع بتاعكم اللي انتوا بيحصل هنا، تخيلوا احنا بقى كمصريين نعمل ايه في اللي يحصل اللي بتاعكم يبقى في وسطكم كده، احنا نعمل ايه؟ والله ما عندنا حق الاقتراب ولا لنا نتدخل، لكن تعمل سلوك بس يبيعوا لنا نحن كسودانيات ده ما مسمح لك بيه خالص، ما مسمح لك بيه. دي حاره من حواري مصر، بص الحاره كلها اتقلبت سودانيين ازاي؟ والنبي ده منظر، ده منظر يا جدعان. يا عم ماشي دخلتوا وقعدتوا ايا كان دخلتوا باي طريقه، طب مش تقعدوا باحترامكم؟ دي بقى خناقه كانت في المترو، بص بقى اتفرج على قله الادب والوساخه بتاعتهم وصلت لايه. والنبي ده منظر. احنا من امتى بيحصل كده؟ يعني من امتى بيحصل كده عندنا في مصر؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يا نهار اسود. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ده مسكوا في بعض، يا نهار اسود. طب هي الشرطة فين؟ طب ليه ما نزلوش مثلا لأي شرطة في أي محطة؟
ما اعتقدش يعني الشرطه لو كانت شافت كده كانت سكتت يعني، والله كانوا رحلوهم متهيألي. اتكلم معاه. اي دي خناقه تانية ديت، هاتها كده يالا من الاول. تعالوا. لا حول ولا قوه الا بالله، والله الواحد ما فاهم ايه كميه الغل اللي هم داخلين بيها ديت، انا مش فاهم ايه سببها. انهم بيبقوا شويه كلاب بره يعني، محدش بيسمع لهم حس، اشمعنى هنا فاتحين بقهم ولسانهم قد كده علينا احنا هنا. ما اوعوا تفتكروا ان احنا طيبين او احنا غلابه، احنا لينا طولة بال على فكره، وبلاش تختبروها، بلاش تختبروها. غوري في داهيه صحيح. ما المشاكل ديت لو ما اتحلتش على فكره، او موضوع السودانيين ده لو ما اتحلش، الموضوع ده هيزيد وهيزيد اكتر من كده كمان. مش عاجباكم قاعده فيها ليه؟ وكويس ان الرجاله ما تدخلوش في الموضوع، والا كده. وانت ايه قصتك انت كمان؟ عملوا معاكي ايه؟ انا متاكد ان هو هيرجع في كلامه وهيطالب بترحيلهم فورا مهما كانت العواقب قدامه. دول اول مدنيه. هاي يا جماعة، تقريبا أول مرة أعمل فيديو من النوع ده يعني. هو أولا كده حصل لي حد يعني حد اتعرض لي في شارع فيصل الرئيسي من شوية. ده هم واكلين شاربين نايمين في فيصل. ده عاملين زي الجراد في فيصل. ده انا خايف افتح الحنفيه الاقيهم. دلوقتي في 5 سودانيين اتعرضوا لي. بعدين كنت راجعة من درس كده على هرم، فأنا ماشية في الشارع ففضلوا ماشيين ورايا حبة كده. بعد ما فضلوا ماشيين ورايا حبة قلت عادي يمكن طريقهم زي طريقي يعني زي أي حد، ما بتحصل معايا ساعات. وبعدين لقيتهم مكانش في عربيات بتركب، فكان في زحمة وأنا كنت لابسة الشنطة دي على ظهري دي، فأنا حطها على ظهري وماشية عادي. انجزي، عملوا لك ايه؟ أول ما جت العربية ففي اللي هو زي هجوم حصل على العربية كده، فأنا جاي أركب لقيت واحد منهم أما شدني من الشنطة، فأنا أول ما شدني طبعا وقعت على ظهري بحيث ما فيا بقى ضغط إني وقعت جامد. طب والناس اللي كانت راكبه فين؟ محدش اتدخل؟ وبعدين أما هو فضل يشد الشنطة مني، وأنا طبعا ما سبتوش الشنطة، فضلت ماسكاها علشان فيها حاجات كتير قوي. لقيته بيقول لي تركيها او قال لي كلمه غريبه كده. هما كانوا 5 طوال يعني، اللي هو مش زي اللي بشوفهم في الاغلبيه، لا هم طوال وضخام قوي. ففي واحد جه يدافع عني فاتضرب في وشه واتعور. يا نهار اسود. وانا صوتت طبعا، حاجه غير تلقائيه صوتت، لان اولا شدني وقعد جامد اتعورت في ظهري. ثانيا الراجل اللي اتعور او الشاب اللي اتعور من الناس الاصول اللي اهله عرفوا يربوه، والناس الباقيه اللي بتصور واللي بتتفرج والرجاله اللي بتتفرج وتصور. بجد هو انتوا رجاله من انهي ناحيه؟ انا اصلا بص بصدمه انا اسمع الحوارات دي، لكن ان انا بتحصل لي ما صدقش بجد. بس بعد اللي حصل النهارده مفيش حاجه مستحيله. وبعدين بعد ما فضلت ماسكه في الشنطه قام طلع لي قطر. يا نهار اسود، قطر؟ طلع لي قطر والناس بتتفرج عليا، الناس بتتفرج وانا قاعده على الارض وماسك الشنطه منهم يجرني. يا اتفضل يا عم.
ده نفس مثال اللي حصل مع المنتخب لما سافر السودان يلعب الجزائر هناك. شفت اما السودانيين اما الجزائريين جريوا بالسلاح ورا الجمهور المصري هناك. على فكره السودانيين هم اللي كانوا مدينهم السلاح. بس حق ان انا ما كنتش عارفه اعمل حاجه. طبته وهو معلوش طبته، قريت واحد بقى طلع لي مطوه ولا بتاع كده بتتفتح كده وحطيتها لي هنا. مش عارفه اعمل حاجه بقى لدرجه بفكر يا بنتي ده كل ده كان في فيصل، امال الناس فين؟ ولا ما اسيبهاش ولا اعمل ايه دلوقتي. كنتش عارفه اعمل اي حاجه. طلع لهم التليفون بقول لهم انا هبلغ عنكم واصوركم وهتصل بالبوليس مش عارفه ايه. لقيتهم بيقولوا لي هاتي لي التليفون. طبعا انا قلت لي رميت التليفون اهو اللي هو ده بس. هاتي التليفون ده لو خاطفينك مش هيعملوا كده. التليفون من الجراب ورميته الجراب على الارض وقمت حطيت التليفون في اللبس محدش ياخده. كنتش عارفه اعمل ايه بقى، مش عارفه اكلم ازاي او ارن لمين، مش عارفه اعمل حاجه. وبعدين في راجل كبير في السن دخل. اصل يا جماعه بجد انا لو حد حصل قدامي كده انا ممكن اخش واضرب، ممكن اخش ادافع، اعمل اي حاجه. الراجل اقعد واقف اتفرج واصور. يا لهوي يصوروني وانا بتضرب بجد. انا مش شايفه اي داعي، او دي مش عقليه اصلا ان انت تبقى راجل اسمك راضي او شاب واقف بتتفرج عليا وانا بيشدوا مني الشنطه وبيشدوا مني الخواتم دي كنت لابساها. كانوا واحد بيشدني من ايدي. ازاي اصلا انت تلمسني؟ انت مين عشان تلمسني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يخلوا البنات تتعقد ان ما تنزلش من البيت. يعني انا واحده كنت راجعه من درس، راجعه من اي داهيه، محدش يحق له انه يعمل فيها كده، وخاصه ان انت سوداني معفن اسود جاي عندي. يعني انا عمري شفت كده ولا هتشوفي. مش عارفه يا جماعه بجد اقول لكم ايه، بس الموقف ده انا مش هنساه طول حياتي، ولا هنسى شكلهم، ولا هنسى رفعه السكينه دي ولا القطر ده عليا، ولا هنسى اي حاجه. والناس بتتفرج، انا بستغيث بيهم كلهم وببص لهم كلهم بيتفرجوا. انا معرفش بجد انتوا ازاي جالكوا قلب تتفرجوا على واحده بتتضرب، واحده عيله. وبعدين انا لبسي حتى ما فيهوش اي حاجه ملفته، يعني لبسي يا بنتي هو دي عليه علاقه باللبس؟ وكنت كمان حتى لا كنت ماشيه كده مش شايفه اي ميزه فيا، شايفه شكلي عادي جدا ولما شعري ومش حاطه حاجه معلش امشي ازاي؟ حتى لو انا محجبه هيعملوا معايا كده وهيعملوا وسخه، ولو مختلف ليه عشان انتوا عالم وسخه. فانا يعني طلعوا الواحد عن شعوره. يعني انا ماشيه في حالي، لا بصيت لا اتنيلت، هما ماشيين ورايا من فين لحد فين، وضربوني وخدوا مني فلوس في الشنطه. يعني بعد كل ده فاتحين الشنطه بياخدوا فلوس قدام عيني، انا مش عارفه اتكلم. خدوها بس سيبوني امشي. بجد الموقف وحش قوي بجد، ما تمنوش لاي حد. واتمنى ان في شرطه تبقى واقفه على شارع فيصل الرئيسي عشان لو واحده زي حصل لها كده وماتت تلحق تستغيث باي حد. طالما مفيش رجاله دلوقتي كلهم قاعدين ماسكين التليفونات بيصوروا، يا لهوي ايه ده؟ بجد انا مشفتش كده. ولا هتشوفي. هو سؤال للحكومه المصريه، يعني انتوا مش شايفين الفيديوهات بتاعت الناس؟ مش شايفين الحرب اللي على السوشيال ميديا ما بين السودانيين والمصريين؟ يعني الموضوع ده هيتطور اكتر من كده على فكره. خلينا نعترف اللي هم فيهم وساخه بصراحه وفيهم قله ادب. يا راجل ده من وساختهم انجلترا طردتهم، انجلترا رحلتهم على رواندا، وتونس جريت وراهم بالغاز بان في الصحراء. اثيوبيا اللي هم كانوا عشمانين فيها وعمالين يقولوا دي اختنا وحبيبتنا، والله جري ورحلتهم او بين طردوهم على الغابات. اخرة القصة دي ايه؟ اخرة القصة دي ايه؟ بس ربنا يهدي.